ما بقاش بزاف حبيباتي ويدخل شهر رمضان، شهر الخير والبركات، شهر الجد والاجتهاد، وشهر التوبة والإحسان. تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. يعني سبحان الله. اليوم في هذا الفيديو نشوفوا كيفاش نكونوا واعيات وحريصات باش نستغلوا هذا الخير كامل في الفيديو تاع اليوم. السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. الوغ كيما شفتوا معايا في بدايه الفيديو، اليوم رايحين نهضروا على الاستعداد لشهر رمضان، يعني كيفاش نستعدوا لهذا الشهر العظيم. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: رغم انف امرئ ادرك رمضان فلم يغفر له. وسبحان الله، يعني شوفوا احنا لو كان نعاودوا نرجعوا لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسير الصحابة الكرام، نلقاو بلي كي يلحق رمضان يجتهدوا يعني ويكثروا بزاف من الطاعات والعبادات، باسكو تو سامبلومون يعرفوا قيمة رمضان. احنا كيما نعرفوش قيمته، يعني هادشي خلانا نتهاونوا، خلانا يعني نتبعوا الملهيات، بايزومبل هادو افلام، مسلسلات، سكاتشات. تخيلوا معايا حبيباتي لو كان يكون هذا شهر رمضان تاع 2023 هو اخر شهر رمضان نصوموه. تخيلوا معايا لو كان ما نستغلوش احسن استغلال، وربي سبحانه يدي امانته. تخيلوا معايا كمية الحسرة والندامة اللي نحسوها وحنا في قبورنا. يعني في الوقت الحالي الحمد لله، الانسان يقول الحمد لله كي ما زلنا احياء، مازال عندنا فرصة باش نجتهدوا نطيعوا الله عز وجل. لا ما نطول عليكم حبيباتي اكثر من هكذا. اذا كيفاش نستعدوا لشهر رمضان؟ اول حاجة عندنا الدعاء باب عظيم حبيباتي. يعني الوحدة فينا ماشي كي تشوف روحها عندها صحتها قادرة تجتهد وتكثر من الطاعات كقراءة القرآن، قيام الليل الى اخره، يعني هاد الشيء غرها، لانه المسألة ما راهيش مسألة اجتهاد انساني، بل هو توفيق وسداد من الله عز وجل. على هذا حبيباتي لازم كل وحدة فينا تكثر من الدعاء. يعني كل ما نتفكروا لازم ندعي الله عز وجل يطولنا في أعمارنا ويبلغنا شهر رمضان ويوفقنا لطاعته وعبادته ويوفقنا باش نصوموا رمضان إيمانا واحتسابا. تاني حاجة حبيباتي هي التوبة النصوح. كل وحدة فينا عندها معصية لازم تتركها لله، توب لربي سبحانه وتستغفر مولاها وتبتعد عليها، يعني ما زيش قاع ديرها، باسكو سبحان الله يعني الإنسان كي يتوب توبة نصوحة يعني النفس تاعو تكون مهيئة لطاعة الله عز وجل. هنا البنات لازم زين نهضر لكم على الخطوة الثالثة اللي هي غلق منافذ الشهوات والملهيات. كيما على بالنا كامل المعصية ما تطيحش هكذاك برك من السما، عندها مسببات. اسمع كل وحدة فينا على بالها المعصية اللي راهي تدير فيها، على بالها منين راهي تجي ولا واش من السبه اللي خلاتها ديرها. الو ماذا بينا حبيباتي نبتعدوا كامل على هاد لي سورس ولا المصادر تاع المعاصي. مثلا اذا كان تلفاز يصرا والو اذا تركناه لله، مواقع التواصل الاجتماعي كيف ما يصرا والو اذا تركنا هادشي لله، وغيرها. يعني ناس بالك تاع نميمه، بالك تاع غيبه الى اخره. وتفكروا دائما من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الخطوه اللي بعدها حبيباتي هي تعويد النفس على الطاعات، وهذا يكون في شهر شعبان اللي هو مقدمه رمضان. على بالي بلي ما قعدتش بزاف منه، قعدوا ابوبخي 10 ايام، بصح معليش يعني فيهم بركه. الواحد يزير السنتوره كما يقولوا، يكتر من الصيام، قراءة القرآن، الأذكار، قيام الليل إلى آخره، هكذا باش كي يدخل علينا رمضان خلاص نكونوا تعودنا على هذه الطاعات، وهكذا ما نحسوش بالتعب والإرهاق والخمول والكسل كيما أغلب الناس يحسوا في بداية رمضان. الخطوة اللي بعدها حبيباتي هي خطوة جد مهمة وعندها نتيجة رائعة، ما عليكم غير تطبقوها حبيباتي وتخلوا لي رايكم في الكومنتير. الوغ شوفوا هاد الخطوة شنو هي تخصيص وقت ثابت لكل طاعة، يعني وقت خاص بالقرآن، وقت خاص بالأذكار، وقت خاص بالقيام، وهكذا. لازم أيضا نعرف المقدار، يعني مثلا نقرأ حزب أو حزبين أو أكثر من القرآن، شحال يعني نجيب في الأذكار، مثلا شحال نصلي في القيام، نصلي 2 ركعات 4 6 8 وهكذا. وتانيت لازم نحدد الوقت، مثلا عندي كي نقرأ 2 أحزاب تاع القرآن، الوقت اللي نحتاجه هو نصف ساعة.
الأذكار نفس الشي ندير 15 دقيقة مثلا أو أقل. القيم نفس الشي نخصص مثلا ربع ساعة للقيم وهكذا. إذا لاحظتوا حبيباتي هذه الخطوة فيها 3 نقاط، هي نقاط جد بسيطة بصح سبحان الله عندها واحد النتيجة رائعة. ربما ما راكمش رايحين تصدقوني، لكن جربوا فقط وخلوا لي رايكم في التعليقات، يعني كيفاش لقيتوا النتيجة تاعها. انا راني درت البوسيب ديالي باش نفهمكم، اذا فهمتوا اللهم لك الحمد، واذا ما فهمتوش كيف خلوا لي في التعليقات اسفل الفيديو، نعاود باذن الله ندير لكم فيديو ونشرح لكم بالتفصيل. الخطوه اللي بعدها حبيباتي هي اخلاص النيه لله. واش معناتها انا كي ندير اي طاعه كو قراءة قرآن، أذكار، صيام، قيام، صدقة إلى آخره، ننوي في قلبي كامل لله، لا أريد به جزاء ولا شكورا، ولا أبتغي به رئاء الناس. يعني صراحة ما نحتاج الناس تقول عليا صالحة مؤمنة تقية، كلام الناس ما يهمنيش، أنا اللي يهمني هو الله عز وجل، أسكو يتقبل هاد الطاعات ولا لا. ألوغ حبيباتي لازم نعاودو نجدو النية في كل مرة. آخر خطوة حبيباتي هي تخصيص مكان للصلاة، يعني كل وحدة فينا دير مصلى صغير في البيت تاعها، أكيد على حساب الإمكانيات اللي عندها. هذا من أسباب طهارة البيت وهروب الشياطين اللي رانا في غنى عنها. ولو كان نرجعوا لسير الصحابة والتابعين نلقاو بلي حتى هما كانوا يخصوا مكان للصلاة ولقراءة القرآن، ماشي كيما احنا اليوم وين جات نصلوا وين جات نقراو القرآن. يعني مليح هكذا سبحان الله، حتى البيت تاعكم تحسوه يعني منور. وبالنسبة للأمهات يعني ولادهم كي يشوفوهم مهتمات باش يديروا مكان مخصص للطاعات، اكيد يعني الاطفال نفس الشيء يعني يهتموا بهذا الشيء، يعني يهتموا بالطاعات، وتولي تاني في نفس الوقت عظيمه في الاعين تاعهم. وصلنا حبيباتي لنهايه الفيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في وحديكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم.